لو البوتاجاز بتاعك او الفرن بتاعك مليان دهون وحروق بالمنظر اللي انت شايفاه ده، اقدر اقولك هتنضفيه بمنتهى السهوله من غير ما تتعكي، هتمسحي وهيرجع زي الفل. عندك قشر برتقان، قشر استفندي، اي قشور عندك محتفظه بيها بالفريزر، زي ما انا قلنا مع بعض بنحتفظ بقشر البرتقان او قشر الاستفندي. ما عندكيش اي قشور ليمون، ما عندكيش قشور ليمون، تقدري تنفذي الوصفه بليمونتين 3 تضربيهم في الخلاط وزودي عليهم شويه من الميه كده، انزلي بلتر كامل من الميه. يعني انا هنا نزلت بالكميه اللي انت شايفاها من قشر البرتقان، انا ضربته من غير ما تسلقيه، انا عايزه اخد ريحه كويسه جدا، والزيوت اللي بتطلع من قشر البرتقان او قشر الاستفندي او كمان قشر الليمون. هتنزلي بمعلقتين من الملح عليهم وتنعميه كويس جدا، وما تحاوليش تنزلي اي حاجات من الشوايب دي، لدرجه ان احنا هنصفيه مرتين علشان لو حطيناه في بخاخه. احنا هنعمل بخاخه سحريه، هتصفيه بمصفى ناعمه كده زي الحرير، ما تنزلش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، ما خليناش فيها اي حاجه. هتجيبيه للخليط ده وهتنزلي عليه بكوبايه من الخل، كوبايه كامله من الخل، وكوبايه صابون موعين او سائل اطباق او برسيل جيلي اللي متوفر عندك، وانزلي لي بقى بمعلقه من البوتاص او هيدروكسيد الصوديوم او الباتش او اترونه او كوستيك. تمام. هتبتدي بقى حضرتك بالبخاخه كده تبخي على كل الدهون والحروق زي ما انت شايفه كده، صعبه مش دهون حاجات بسيطه قهوه مدلوقه، لا دي زيوت وحروق قويه جدا. وصفتنا كمان تقدري تستخدميها في الفران، مجرد ما تسخني الفرن وتبتدي بالبخاخه ترشي على كل الدهون، هتمسحيها بس مش هتدعكي. وكمان بالنسبه للشفاط، تنزلي الشفاط بتاعك وترشي عليه بالبخاخه، هيسيح الدهون مهما كانت قويه، وهترجعي بوتاجازك وفرنك زي الفل. كل اللي عليكي هترشي وهتمسحي، هيطلع لك كل الدهون والحروق. حته سلكه كده وشويه صابون وتتعاكي تلفي البوتاجاز كله، هيبقى معاكي مرايه. ورجعنا الفرن اللي كان مليان دهون وحروق مهما كنت اقولك. ومش عايزه منك غير دعوه حلوه بعد ما تجربي وصفتي، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.